يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال، صباح المانجا والسكر، صباح القشطه، صباح الهنا، صباح السعاده والسكر الزياده على احلى واجمل متابعين في الدنيا. قبل ما نبدا الكلام يا حبايبي تعالوا صلوا على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاه والسلام. يا ام تجريد بتعملوا ايه كده على الصبح كده صاحيه نشيطه ما شاء الله؟ مفيش بقى بنروق ترويقه العيد، كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب. صحيت بدري قلت اخلص الاوضه، نفضت الشباك بقى تنفيضه خليته فله. طبعا رفعت المرتبه عشان اعمل تحت السرير، كنست تحت السرير والوقت بمسح وبحط الالواح، وعملت السرير التاني. وما شاء الله خليت الاوضه خليتها بتلمع كده. طبعا ترويقة العيد، عيد الأضحى، كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب، وتفرحوا بعيالكم ما تشوفوا فيهم حاجة وحشة أبدا. والوقت انا كنت بقى عملت السرير حلو، والوقت بفرش الملاية. طبعا انتوا كلكم بتفرشوا الملاية، بس انا ايه بقول لكم على يوم النهارده انا عملت فيه ايه. طبعا انا كل يوم بعمل حاجة. الاول عملت المطبخ، والوقت بعمل الاوضة، وتاني يوم هعمل الاوضة الكبيرة، وبعد كده هعمل الحمام، وبرضه يوم تاني هعمل الصالة. كل يوم بعمل حاجة عشان ما ارص على نفسي. مانيش ورايا حاجة، كل يوم اسلم على نفسي كده ونعمل حاجة بحاجة كده براحتنا. ما احناش مستعجلين، لسه بدري على العيد. وبعدين الوقت بفرش الملاية وابص من ناحيادي ومن ناحيادي عشان اظبطها واخليها جميلة كده ما شاء الله. ايه رأيكم بقى في ام تغريد؟ قولوا لي في التعليقات مين اللي صايم. الحمد لله انا صايمة انا وتغريد من اول يوم. قولوا لي في التعليقات مين صايم شكلي. كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب. والوقت بفرش في الملاية اهو. دي السرير التاني، فرشت السرير الاولاني والوقت بفرش السرير التاني. طبعا انا نفضت الشباك الاول، وبعد كده نفضت السراير، وبعدين هنفض الدولاب وهمسح الكومودينو. والاوضه لازم تتعمل كلها. وايمن ابني كان غسل المراوح كلها قبلها بيوم، مراوح الاوض ومروحه الصاله. جبت له السلم ووقف عليه وهو اللي مسح. ما انا خاف اطلع على السلم. والوقت بقى فرشت الملايه وفرشت كيس المخده. وطبعا تغريد ملت الجردل بالشرشوبه عشان تمسح ورايا وتكنس. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. تترحم على أمي وأبويا وموتانا أجمعين يا رب العالمين. الوقت طبعا أنا كنت عينت البطاطين كلها، طبعا احنا في الصيف، ومطلعة الدفايات دي، اللي عايز يتغطى بالدفاية يحطها عليه يتغطى بها عادي. أما البطاطين عينتها كلها. والله العظيم الأوضة ما خدت حاجة. نفضت الشباك على طول أول ما صحيت عشان الشمس تخش كده، وعملت تحت السراير، والوقت بنفض الدولاب. طبعا أنا إيدي في الشقة على طول، باعمل تحت السراير على طول كل فترة كده واكنسها وامسحها عشان تحت السراير يبقى نضيف. والوقت تغريد بتكنس الأوضة وهتمسحها. ومسكت الدولاب مسحته، ومسكت الكومودينو برضو مسحته. وما شاء الله ما خدتش حاجة. قومي يا حبيبتي انت الطوية يلا، قومي روقي ترويقة العيد كده. جدعانوا كده تشجعوا، يلا لما تشوفوا ام تغريد كده قومي تشجعوا. متابعين حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني. والله العظيم لما بتأخر عليكم في الفيديوهات بتوحشوني. عاملين ايه؟ ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرم منكم ابدا، ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. ربنا يكبر بخاطر كل واحدة علقت لي تعليق حلو. ربنا يفرح قلبها يا رب وتفرح بعيالها، وما تشوفهم حاجة وحشة ابدا يا رب، اللهم امين. ويراد كل واحدة بالذرية الصالحة يا رب، يدي كل مشتاق. وما شاء الله دي كان شكل الأوضة بعد ما خلصت. بس طبعا أنا حاشة السجاد عشان هغسله. طبعا أنا حشت السجاد كله عشان يتغسل، وأما السجاد بتاع الأوضة يتغسل وينشف هفرشه، وبتاع الطرقة كذلك، والشقة كلها. إما ينشف هفرشه على طول. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي أن يحول عن همومه إلا بنصف الآخر. وحقيقة أنا رأيي هذا، لأن العلاج ليس مفروض على المسلمين فقط. والوقت خلصت والحمد لله، ودخلت على الأكل على طول. طبعا أنا صايمة وبعمل الأكل آخر النهار عشان يبقى سهل. ما شاء الله شايفين البتنجان ولا لونه؟ ما شاء الله. عملت أكلة اقتصادية وجميلة، وأيمن ابني عايز يعيش على الأكل ده، والله العظيم ما بيزهق منها أبدا.
شاء الله. والوقت طلّعت البتنجان وكنت عاملة له دقة، فصّين توم بقرنين فلفل أحمر بشوية كمون وشوية كزبرة وشوية ملح وهارُشّها على البتنجان. عملت أكلة النهارده كانت جميلة، أكلة هي أم تغريد، كشري أصفر وبتنجان وبطاطس وبيض وسلطة، كان عندي قتة قطّعت طبق قتة وما شاء الله، بألف هنا يا رب لكل اللي كَل منها، وقُلنا دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله. والوقت بقى أنا باجهّز ولسه هاطبخ الرز، واغسله مرّة و2 و3 زي ما أنتم عارفين، عشان مَيّته شايفين مَيّته عاملة إزاي، لازم أخلّي مَيّته تبقى بيضا معايا. أم تغريد ما شاء الله. قُلنا دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. طبعًا أنا مانيش مكتّرة الرز بعدس عشان ما يفوتش ويترمي. دلوقتي حطيت شوية زيت، ولمّا الزيت سخن معايا نزلت بشوية مَيّة، وهانزل بشوية كمون وشوية ملح وشعرة كزبرة صغيّرة، وأمّا تغلي معايا هانزل بالرز، وبعد كده أهدّي عليه وياخد ويدّي بشكل ودّي. الخطوات جاية لوحدها، نزلت بالكمون ونزلت بالملح وهاحط شعرة كزبرة صغيّرة وهاقلّبها حلو، وأمّا المَيّة تغلي معايا هانزل بالرز. دي شعرة الكزبرة ما شاء الله كان طعمه ونَفَسه كان جميل، والله العظيم ما قادرة أقول لكم على حلاوة الأكلة دي، كانت جميلة، أكلة اقتصادية وجميلة. والوقتي بانزل معاكم بالرز المَيّة غليت معايا، هي الطريقة جاية لوحدها واحدة، واحدة. واحدة من متابعيني حبيبة قلبي بتقول لي ادعي لي ربنا يشفيكِ يا رب ويخليكِ ويبعد عنِك أي حاجة وحشة، ربنا يخليكم ليا يا رب متابعيني حبايب قلبي وما اتحرم منهم أبدًا، وربنا يكبر بخواطرهم يا رب، اللهم آمين، وربنا يشفي. أنا قُلت لكم قبل كده مرة أعمل البطاطس مسلوقة، أعملها صوابع، قُلت تغيير، عملتها مسلوقة كتير وقالوا لي يا ماما اعمليها صوابع. ما شاء الله، وحمّرت البيض، ما شاء الله، شايفين بقى شكل الأكلة، حاجة تفتح النِفس، لو أنتم قريبين مني يا حبايبي تعالوا اتغدوا معايا بألف هنا. متابعيني حبايب قلبي متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وأهم حاجة اللايك، أهم حاجة اللايك يا حبايبي. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل كريم كراميل. كنا سهرانين كده وقلنا نعمل كريم كراميل، حاجة مسكرة كده. ديت علبة فيها 2، يعني العلبة دي بتيجي على بعضها فيها 2. ومعايا كيلو حليب، يعني العلبة فيها 2، لها كيلو حليب. لو كيس واحد الكيس بتحط له عليه كوبايتين حليب. وكان عندي قشطة في التلاجة، حطيت معلقة قشطة، دي بتخلي كريم الكراميل حلو. ما بتحطيش بقى ولا سكر ولا نشا ولا اي حاجة، هو الحليب ومعلقة قشطة. انا حطيت معلقة قشطة عشان كانت موجودة عندي، لو مش موجودة عندك قشطة عادي، مهاش يعني ضرورية. وبعدين هعلق على اللبن وهدي عليه علشان هنزل بسنة كريم الكراميل. ومعايا مضرب اليدوي، هفضل اقلب في الكريم الكراميل لحد ما يغلي معايا، هفضل اقلب فيه بالراحة. وهنزل بالكيسان الكريم الكراميل معاك اهو. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي، ودايما معانا ومنورين حياتنا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، احنا صايمين بقى ال10 أيام دول، أحلى 10 أيام. أنا وماما صايمين بنشجع بعض كده كده، يعني اليوم طويل بس والله ما بنحس باليوم. بس أيمن أخويا بقى مش بيصوم لأن مش بيقدر، فماما قالت له مش مشكلة، بصوم يوم الوقفة بس. والأيام بتجري والله، يعني ما حسناش بالأيام. يعني الأسبوع اللي فات كانت ماما بتقول لسه 10 أيام على العيد، دلوقتي ما عادش إلا 4 أيام على العيد. احنا الحمد لله خلصنا ترويق، قولولنا بقى في التعليقات انتوا خلصتوا ولا لأ. وما عادش إلا الصلاة بس هعملها يوم الوقفة علشان تفضل نضيفة كده. وبعدين يا حبايبي الكريم الكراميل اللي أنا عملته معاه كيسين عسل، كل علبة معاها كيس، فبوزعه في أرضية الأطباق، يعني في الأرضية بتاعة الطبق، علشان يدي برضك شكل حلو للكريم الكراميل وطعم حلو. وبعد ما الكريم كراميل غلي معايا، هصبه بقى في الاطباق، هفضيه في الاطباق كده. وبعد ما افضيه في الاطباق هسيبه يهدى لمدة ربع ساعة. وبعد كده هدخله التلاجة، يقعد بقى ساعتين 3 ساعات، اما يجمد ويبقى حلو هطلعه ناكل منه. وكان جميل جدا والله، يعني ساعتها كانت مرات خالي جت قعدت معانا شوية،
دوّقته لها قالت أول مرّة آكله يا تغريد، لإني يعني الحاجة اللي أنا ما باحبهاش ما بادوقهاش، فأول مرّة آكله، تسلم إيدِك كان جميل. قُلت لها ده هو طريقته سهلة جدًا، دي كنت أنا حطيته في التلاجة وطلّعته، بعد كده هافضّيه في الأطباق، ده بعد ما فضّيته في الأطباق. شايفين العسل اللي أنا كنت حطيته في الأطباق شكله حلو إزاي؟ ما شاء الله بألف هنا. كان طعمه جميل جدًا. دوّة الأطباق اللي أنا فضّيتها وأيمن أخويا وبنت خالي ما كانوش استنوا اللي أنا لسه أصوّر، كلوا الأطباق التانية. ما شاء الله بألف هنا. مع السلامة يا حبايب قلبي، نشوفكم في فيديو جديد مع ألف سلامة، هتوحشوني، مع السلامة.